جليبيب رضي الله عنه عنفوان الشباب وصناعة العظماء، صحابي جليل لا يعرفه الكثير منا، إنه فقير الحال ولكنه كان غنيا بالإيمان. قد كان في فترة شبابه فترة الرشاقة والحيوية، إذا أحسن استغلالها كان لها حدث وتم معه على أكمل وجه، فنتج لنا عظيما من عظماء. سجل التاريخ اسمه بحروف من نور. كان عزبا لم يتزوج بعد، حبه النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا. هيا بنا نتعرف على ذلك الصحابي رضي الله عنه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم مداعبا إياه: ألا تتزوج يا جليبيب؟ فقال: يا رسول الله، ومن يزوجني؟ استنكر السؤال لأنه ليس له أسرة ولا جمال ولا مال. قال الرسول: أنا أزوجك يا جليبيب. فقال: يا رسول الله، ستجدني كالأسد. رفع النبي صلى الله عليه وسلم من معنوياته ودعمه دعما نفسيا، كسر الحاجز النفسي بمداعبته والترفيه معه. كفل بنفسه صلى الله عليه وسلم بتزويجه. لما سنحت الفرصة بذلك جاءه رجل من الأنصار يعرض بنته عليه. كانت الأنصار إذا كان عندهم أيام لا يزوجها حتى يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا فيها حاجة أم لا. قال صلى الله عليه وسلم لرجل من الأنصار: زوجني ابنتك. قال: نعم وكرامة يا رسول الله. فقال النبي: لا أريدها لنفسي. فقال: لمن يا رسول الله؟ قال: لجليبيب. قال النبي: أباها بأنه يريدها. ففرح الرجل، طلب النبي إياها. فلما أخبره النبي أنه يطلبها لجليبيب بدا الرجل تراجعا لعلمه أن جليبيب ليس مؤهلا أن يتكفل ويتزوج ويرعى أسرة. غاب عن ذهنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام بإعداده وتربيته، تأهيله ليكون مسؤولا ليس عن نفسه أو أهله ولكن عن الأمة الإسلامية كلها. الرجل أشاور أمها، فأتى أمها فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ابنته. قالت: نعم ونعمة عيني. قال: إنما ليس لنفسه، إنما يخطبها لجليبيب. فقالت المرأة: أما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جليبيبا؟ منعناها من فلان وفلان. وكانت البنت تسمع أمها، وأظهرت الأم رفضا شديدا. قام الرجل ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن البنت فطنت لشيء غاب عن ذهن أبويها. من الذي يخطبها لجليبيب؟ أجليبيب نفسه أم النبي؟ كان جليبيبا بنفسه فلا حرج في رفضه لعدم كفاءته. كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يخطب له، فهناك في الأمر خبر كبير. قالت البنت أمها فقالت: من خطبني إليكم؟ فأخبرتها أمها فقالت: أتردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ فعوني فإنه لم يضيعني. أحكم عقل تلك الفتاة ونظرها الساقف في الأمر. أشغل تلك الفتاة في وسامة ولا دمامة ولا في غناه ولا فقره، زت على جانب مهم فطنت إليه وأهدى الله عقلها. عرفت حقا أين يكمن معنى السعادة. أنا الذي يخطب لي، إنه أشرف الخلق وأحكمهم صلى الله عليه وسلم. سمع الأبوان برأي ابنتهما وقال لها: صدقت. طلق أبوها إلى النبي فقال: إن كنت قد رضيته فقد رضيناه. كلا الحبيب صلى الله عليه وسلم في تزويجها أمر الزواج، وبارك النبي صلى الله عليه وسلم زواجها ودعا لتلك هذه الفتاة: وصب عليها الخير صبا صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا. تمضي إلا أيام قليلة على زواجه، ونادى المنادي: الجهاد يا خيل الله اركبي، بأن الرسول صلى الله عليه وسلم خارجا إلى مغزى. خرج جليبيب رضي الله عنه ليشارك النبي وأصحابه في ذلك المغزى. سر جليبيب الجهاد والخروج في سبيل الله، طلب ما عند الله من الخير الدائم وترك زوجته، وهو ما زال في أيام عرسه. فخرج صلى الله عليه وسلم معه من أصحابه وخاضوا قناة السفر ومشقة الغزو، وكتب الله لهم النصر. الصحابة يتفقدون إخوانهم الذي كتب الله لهم الشهادة، يمضون جراح المصابين، وبينما هم كذلك إذ برسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي عليه: تفقدون من أحد؟ فقالوا: نفقد فلانا ونفقد فلانا. تركهم النبي يبحثون ويفتشون عن هؤلاء المفقودين، ثم نادى عليهم ثانية قال: انظروا هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا. قال: لكني أفقد جليبيبا. فوقوه في القتلى. نسيه الصحابة ولم يدروا أنه معه، لأن النبي قد أحبه حبا جما ولذلك سأل عليه. كان يبحث بنفسه مع الصحابة، لا وهو الذي رباه بيده الشريفتين. بحثوا وفتشوا في أرجاء المكان فوجدوه إلى جانب 7 قد قتلهم ثم قتلوه. ما أعظمها من شهادة، ما أعظمها من بطولة، وما أصدقها من نية.
اختاره الله شهيدا مكرما ليكمل عرسه في الجنة. قالوا يا رسول الله، ها هو إلى جانب 7 قد قتلهم ثم قتلوه. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقام عليه قال: قتل 7 وقتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. هيأه وقام على شأنه وصنع منه بطلا شابا عظيما. ووضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ساعديه وحفر له، ووضعه في قبره. ورجع الرسول وأصحابه إلى ديارهم فرحين بنصر الله مستبشرين من رزقهم الله الشهادة في سبيله. ووصل خبر استشهاد جليبيب إلى أهله فتقبلت بدموع الفرحة ديار الله زوجها شهيدا عنده. تذكرون أنها قالت: أتردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ ادفعوني فإنه لن يضيعني. حقا لحبها للحبيب وثقتها وإيمانها بالله تعالى فتح الله عليها من أبواب الخير الكثير، جعلها أنفق أيامها في الأنصار، وجعلت الناس تتحدث عن إنفاقها، عن غناها الذي أغناه الله لها. قال أنس بن مالك عن زوجة جليبيب: فما رأيت بالمدينة سيبا أنفق منها. قال أنيس بن الضحاك: قد رأيتها أنها أنفق بنت في المدينة. أغناها الله وفتح لها أبواب الرزق الواسعة ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صب عليها الخير صبا صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.